عضلة البايسبس يا صديقي من اكتر العضلات اللي بتلفت النظر واللي بتدي جسمك شكل قوي جدا ومشدود. وعلشان تكبر عضلة البايسبس انت لازم تفهمها الاول. البايسبس يا صديقي مكونة من جزئين اساسيين، اللونج هيد وده الجزء الخارجي، والشورت هيد وده الجزء الداخلي. فركز معايا جدا علشان هشرحها لك بكل بساطة علشان تعرف تتمرن كل جزء لوحده من غير ما تحتاج لمدرب معاك، وكل ده بطريقة علمية ومضمونة. بما ان العلم اساس اللعبة دي فانت والله فايتك كتير لو مش عامل لي فولو. هنبدأ بالشورت هيد ودي بتكون في الجزء الداخلي من العضلة، وعلشان تشتغل عليها صح خليك فاكر القاعدة دي، كوعك لازم يكون قدام مفصل كتفك ودي هتستهدفها بتمرين البريتشر كير. اما اللونج هيد علشان تستهدفها لازم كوعك يكون ورا مفصل الكتف ودي هتستهدفها بتمرين بيهايند ذا باك كيبل كير. وانا يا سيدي مش هسيبك غير لما تقفل عضلة الباي حرفيا، علشان كده لازم تدخل تمرين لعضلة اسمها البركياليز، ودي العضلة اللي بتكون موجودة بين البايسبس والترايسبس ودي تستهدفها عن طريق الهامر كيرل بالدمبل. قول لنا حابب في الكومنتس نشرح لك تمرين ايه تاني واعتبرنا المدرب بتاعك.